في ناس بتتعود تلبس وشوش مش بتاعتها، وش الطيبة، وش الجدعنة، وش المحبة. في ناس بتكرهك علشان انت فاهمهم، ويمكن عمرك ما عملت لهم حاجة وحشة، بس مشكلتك معاهم انك فاهمهم كويس. قدام الناس بيبانوا ملايكة، لكن من جواهم مليانين غيرة وحقد ومصالح. وشوش تانية كتير هم مطمنين ان اغلب اللي حواليهم مش بيشوفوا الحقيقة دي اللي انت اصلا يعني شايفها وقاريها وفهمها كويس. هم مطمنين ان اغلب اللي حواليهم مش بيشوفوا الحقيقة الا انت شايف كويس وبتقرا ما بين السطور، بتلقط التفاصيل الصغيرة اللي غيرك بيغفل عنها، وبتعرف تفرق بين الكلمة اللي طالعة من القلب والكلمة اللي معمولة علشان تتقال، وبتعرف تميز مين بيحبك بجد ومين بيلعب دور الحبيب وهو بيحب غرض تاني. ده بقى بيخوفهم، عارف ليه؟ لأن وجودك ده بيكسر الأقنعة اللي لابسينها. انت بالنسبة لهم المراية اللي مش عايزين يبصوا فيها أبدا، المراية اللي بتعري حياتهم. علشان كده تلاقيهم بيكرهوك، مش عشان غلطاتك، لا، علشان قوتك. بيكرهوا وضوحك اللي بيفضحهم، بيكرهوا بصيرتك اللي بتكشفهم، بيكرهوا عيونك اللي بتقرأ قلوبهم من غير ما يتكلموا. يا سيدي المشكلة عندهم والله مش عندك انت، لأن اللي متعود يعيش بأقنعة بيتهز وجوده قدام أي حد شايفه على حياته. المشكلة إن بدل ما يصلح نفسه يقرر يكرهك انت ويتمنى يبعدك عن طريقه. فما تزعلش لما تلاقي ناس غريبة كارهة وجودك من غير سبب. صدقني السبب الوحيد هو إنك مش سهل يندهك عليك، ودي بتزعلهم. وجودك في حد ذاته اختبار بيعري الناس اللي حواليك. الصادقين هيفرحوا بيك، أما المزيفين هيبعدوا عنك. طب دي بقى أكبر نعمة من ربنا. والله دي أكبر نعمة من ربنا، إنك مش بتعيش وسط الناس أعمى، بتشوف وتفهم وتعرف وتتعامل بوعي. خلي بالك يا غالي، اللي بيكرهك عشان فاهمه انت كسبت، لأن كده كشف لك نفسه من غير ما تتعب وتدور وراه.